وكانت أول مرة أشوف شعري على حقيقته. عاوزين تعرفوا الحكاية من أولها؟ استنوا هقول لكم. أنا طول عمري بعمل شعري عند الكوافير، ولو ما عملتوش بغسله والمه كحكة، فعمري ما سبته بعد ما بغسله عشان أعرف شكله إيه. لحد ما في يوم قررت قرار غير لي حياتي كلها. قررت إن أنا مش عايزة أعمل شعري عند الكوافير كل أسبوع. زهقت، مش عاوزاه يبقى التزام عليا. وقررت برضو إن أنا مش هغسله والمه، أنا هغسله وأسيبه واشوف هيطلع شكله ايه، ولازم احبه ايا كان شكله. والله هو ده الكلام اللي قلته لنفسي بالظبط. وجات اللحظة الحاسمة، غسلت شعري وسرحته وسبته وخلاص، واتفاجئت ان شعري طلع كيرلي. وكانت اول مرة اشوف شعري على حقيقته. وساعتها بقى ولا كان في ليف ان ولا غيره، كنت بسرحه ببديل الزيت واسيبه. اول مرة بقى خرجت بيه كنت مكسوفة وخايفة بشكل، لحد يتريق عليا وانا ماشية في الشارع. بس كان لازم اواجه خوفي وتوتري ده. مرة في مرة ثقتي في نفسي زادت وما بقاش فارق معايا. ايه بقى الدرس المستفاد من القصة دي؟ انك تتعلمي تتقبلي شكلك ايا كان. حبيتي تغيري؟ تمام غيري. زهقتي وعاوزة تعملي تغيير يبسطك؟ تمام يلا بينا. المهم ان التغيير ده يبقى بمزاجك ولمزاجك، مش لمزاج حد تاني مش عاجبه شكلك، او بمعنى اصح مش عاجبه اختلافك وعاوزك تغيريه، فتغيريه علشان ترضي الحد ده. وما تخليش خوفك من التغيير يوقفك عن التغيير. اتجرأي وغيري وجددي واختاري اللي يعجبك. ساعات التغيير بيكون افيد واحلى، وعمر الوقت ما بيكون متأخر على التغيير. انا غيرت ستايلي كله واكتشفت ان انا شعري كيرلي وانا عندي 30 سنة. انت كمان تقدري تعملي كده ايا كان الوقت او السن. اهم حاجة في التغيير ده انك تكوني مبسوطة ومرتاحة وواثقة في نفسك، وما يهمكيش رأي حد فيكي، المهم رأيك انت في نفسك. شوفي نفسك جميلة في كل حالاتك.